يزهق عشان يطفش. بعد كده كونراد قرر ان هو يتعامل معاهم معامله المصري الاصيل. بص، مش انت بتزهقني؟ انا مش هزهق، انا قاعد معاك. المهم يا صديقي، الزمالك امبارح في اليوم الاخير في الميركاتو كان بيظبط مع لاعب اجنبي. كونراد يا ولدي يلا سكه السلامه بقى، يلا وراك طياره يا بابا. طب خلاص انا عايز الفلوس بتاعتي، عايز 700,000 اللي انا كنت المفروض ان انا اخدهم من النادي. كونراد عيب اللي انت بتقوله ده، 700,000 يا كونراد؟ انت تقعد معانا يا كونراد؟ تمام انا هقعد معاك وانا لعيب محترف. ليش يا ابني ممكن بس تبعت لنا الصفحات الخاصه بينا عشان خاطر تنزل بوستات دعم الكونراد؟ على فكره حصل، مش بهزر، في بوستات امبارح نزلت دعم الكونراد، وطالما اللاعب عايز يكمل معانا يبقى عاش يا كونراد. وان شاء الله السهم البولندي هينطلق، وان شاء الله باذن الله هيكسر الدنيا الدور الثاني، وكلنا كونراد. الله، دور تاني يا كابتن؟ احنا ما عندناش دور تاني. صديقي هيكسر الدنيا في الماتشات اللي جايه يعني. يلا يا كونراد. هوب صحي من النوم قال لك كونراد فسخ العقد من طرف واحد. كونراد عيب يا كونراد، عيب التخفيله دي يا حبيبي، احنا كنا مظبطين الدنيا مع بعض امبارح. لا معلش بقى، النهارده انا قررت افسخ العقد من طرف واحد واروح اشتكيك في الفيفا. ملعوبه ملعوبه ملعوبه، ده لعبه ايه؟ ده حته واحده اسكندراني دي عظمه والله، حته سحبه اسكندراني كده عظمه. اي مشجع زملكاوي قرر ان هو يسحبها النهارده. احيه يعني، احنا لا مؤاخذه يعني لبسنا فلوس كونراد ولبسنا ان احنا هنكمل الموسم من غير